السلام عليكم متابعينا الأعزاء. فنانين وفنانات وأيضا مشاهير ماتوا بطريقة مأساوية يزداد الرحيل مرارة إذا كان مأساويا كموت الممثلة السورية هالة شوكت التي رحلت بسبب الفقر والإهمال والجوع والمرض، أو يصبح الموت حتى أكثر تراجيدية مثل ما حصل مع من أنهوا حياتهم أو انتهت حياتهم على يد مجهول أو حتى دفنوا أحياء. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. الفنان يوسف العسال الذي اشتهر بدور الخواجة في السينما المصرية، فأثناء تواجد الفنان يوسف العسال وزوجته في شقتهما بشارع بغداد في مصر الجديدة دق جرس الباب، وذهب العسال لفتح باب الشقة وإذ بأربعة أشخاص يدعون أنهم محصلين كهرباء، وذهب الفنان لغرفة النوم لإحضار قيمة الفاتورة، وإذ به يجدهم داخل الغرفة يطلبون منه الصمت. وفي محاولة منه للهروب قام أحدهم بضربه على وجهه، وقام الثاني بمواصلة ضربه وتقييده، وإذ بزوجته تخرج من الحمام وتشاهد زوجها والمتهمين، وحاولت الذهاب إلى شرفة الشقة للاستغاثة بالجيران، فقام أحدهم بمنعها وتقييدها، وسرق الرابع 200 جنيه بعدما فتش الشقة ولم يجد سواها، وسرقوا 3 هواتف محمولة وتمكنوا من الهروب على الفور. وتمكنت الزوجة من فتح باب الشقة والاستغاثة بالجيران، وقالت زوجته لجهات التحقيق أنها تتذكر ملامح الشخص الذي قيدها، وظلت تلك القضية قيد البحث والتحقيق حتى قيدت ضد مجهول. الفنانة سعاد حسني. نالت الفنانة سعاد حسني على الشهرة الكبيرة والواسعة، ولقبت بسندريلا الشاشة العربية. عثرت السلطات البريطانية على الفنانة سعاد حسني في أسفل مسكنها بلندن عام 2001، وعلى الرغم من أن هذه القضية شغلت الرأي العام وتم إلقاء الضوء عليها في الصحف والمجلات وحتى في المسلسلات التلفزيونية، إلا أن سبب موتها ظل غير مكشوف، فالبعض يقول أنها انتحرت، أما البعض الآخر يرجح أن هناك من دفعها من شرفتها فوقعت وتوفت على الفور، إلا أن الأدلة لم توصل المحققين إلى نتيجة، وظلت القضية معلقة حتى الآن. الفنان أنور إسماعيل. عثر على الفنان أنور إسماعيل بعد وفاته ببضعة أيام داخل شقة مفروشة في حي السيدة زينب بالقاهرة في ظروف غامضة. اختلفت الروايات حول طبيعة الوفاة، وقيدت القضية ضد مجهول. الفنانة كاميليا. كانت الفنانة كاميليا من أجمل الفنانات، وتوفيت عن عمر صغير بعد أن سقطت بها الطائرة عام 1950، وذلك لأنه قيل أنها كانت تتردد على جلسات الملك فاروق، إضافة على حرصها على حضور حفلات المجتمع وإقامة علاقات اجتماعية وسياسية في مصر، حتى اتهمها بأنها استغلت علاقتها بالملك وتجسست على أخبار الجيش المصري. انتشرت عدة أقاويل حول وفاتها، فقال البعض أن الكيان كان وراء إسقاط الطائرة لأنها كانت عميلة لها وتخشى افتتاش أمرها، والبعض الآخر قال أن الكيان أسقطت الطائرة لأنها كانت عميلة ضدها. وقيل في رواية أخرى أن الملك فاروق كان وراء سقوط الطائرة، وأقوال أخرى تشير إلى أن الحادث عادية وغير مدبرة. الفنانة داليدا. عثر على الفنانة داليدا في عام 1987 بعد أن توفت بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة، بعد أن تركت رسالة تقول فيها: سامحوني، الحياة لم تعد تحتمل. وكما حياتها ابتسمت وفاة داليدا بالغموض. الفنان صلاح قابيل. بالرغم من وفاته عام 1992 إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 61 عاما، لا يزال البعض بالرواية ويقول أن صلاح قابيل دفن وهو حيا، ونتيجة لوفاته تم تغيير سيناريو الجزء الخامس والأخير من مسلسل ليالي الحلمية بحذف دور الحاج علاء السمحي من هذا الجزء،
باعتباره متوفيا. الفنان عمر خورشيد، واحد من أشهر عازفة جيتار في العالم العربي، ولد لأسرة فنية، فكان أبوه أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، وكانت الفنانة شريهان هي أخته الغير شقيقة. في 29 من شهر مايو عام 1981 تلقى الوسط الفني خبر إنهاء حياة الجيتار الشهير عمر خورشيد في حادث سير ما زال الغموض يحيط به حتى الآن. توفى خورشيد ولم يبلغ عامه 36 أمام منزله بالهرم بعد أن اصطدمت سيارته بعمود إنارة، وكانت معه زوجته دينا والفنانة مديحة كامل. بعد الانتهاء من عمله بأحد الملاهي بشارع الهرم، زوجة الفنان عمر خورشيد روت قصة وفاته خلال التحقيقات، وقالت أن بعد الانتهاء من إحدى الحفلات بشارع الهرم فوجئنا بسيارة خضراء بدأت بملاحقتنا، وبحسب أقوال دينا فالسيارة لم تكتفي بالملاحظة فقط، وإنما بدأ أصحابها في استفزاز عمر بالشتائم والإهانات له ولزوجته، ثم بدأوا بالتضييق على سيارته بسيارتهم ومحاولة دفعه إلى الخروج عن الطريق الذي كان يسير فيه. ورغم محاولات عمر الجاهدة للسيطرة على عجلة القيادة، إلا أنه في النهاية خرج عن الطريق ليصطدم بقوة بجزيرة كانت في منتصف الطريق، بينما طار جسده بقوة هائلة من السيارة ليصطدم بأحد أعمدة الإنارة. الغريب في القصة أن السيارة الخضراء التي كانت تطاردهم وقفت ونزل ركابها واقتربوا من عمر ليتأكدوا من وفاته، وكأنهم كانوا في مهمة يجب عليهم التأكد من إتمامها بأي ثمن. وعندما تأكدوا من أن عمر لم ينجو من الحادث عادوا لسيارتهم واختفوا للأبد، وظلت القضية قيد البحث والتحقيق حتى قيدت ضد مجهول. الدكتورة سميرة موسى، وهي أول عالمة ذرة مصرية، وهي التي سافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووية، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة في 2 وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلى معادلات مهمة، وأصبح اسمها يسبقها في جميع الدول نظرا لعلمها، الأمر الذي تمكنت من خلاله لتلقي دعوة للحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا. استجابت الدكتورة سميرة إلى الدعوة للسفر إلى أمريكا في عام 1951، وأتيحت لها فرصة إجراء بحوث في معامل جامعة سان لويس بولاية ميسور الأمريكية، ثم تلقت عروضا لكي تبقى في أمريكا لكنها رفضت. وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا في 15 أغسطس، وفي طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، وقد قفز سائق السيارة واختفى إلى الأبد. بعد الواقعة أشارت التحقيقات إلى أن السائق الخاص بالعالمة كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث أحدا لإصحابها من الأساس. الفنانة ميمي شكيب، دلوعة السينما المصرية، عام 1983 بعد أن تم إلقاها من شرفة منزلها بطريقة بشعة والفاعل مجهول حتى الآن، إلى أنه يقال أن هذه الحادثة مرتبطة بأحداث سابقة، فقد دخلت السجن بعد أن اتهمت أنها تدبر منزل للدعارة، فتمت محاكمتها، وحظيت هذه القضية على اهتمام الصحافة بشكل كبير، وظلت محبوسة طوال فترة المحاكمة، وقيل أنها أصيبت بحالة من الصم والبكم في السجن، وكانت تبكي طوال الوقت مؤكدة أنها مظلومة وبريئة. وبعد حوالي 6 أشهر في سجن القناطر حصلت ميمي شكيب وباقي المتهمات على البراءة لعدم ضبطهن في حالة تلبس. الفنان سيد درويش، في أوائل شهر سبتمبر سنة 1923 ذهب سيد درويش إلى مسقط رأسه بالإسكندرية لترتيب استقبال عودة الزعيم سعد باشا زغلول من المنفى، إلا أنه بحلول يوم 9 سبتمبر رحل سيد درويش عن عمر يناهز 32 سنة بشكل غامض ومفاجئ. بعد مرور يومين نشرت جريدة السياسة يوم 17 سبتمبر
عام 1923 خبر الوفاة بعدما أن شيع الفنان بسرعة إلى مثواه الأخير. قبل أن يشعر أحد بموته دفن سيد درويش في مقابر المنارة بالإسكندرية، وكتب على قبره جزائري: لا تنساني من دعوة صالحة، وارفع يدك إلى السماء، واقرأ لروح الفاتحة. اختلفت الروايات وراء تلك الوفاة، أولها أن الإنجليز هم من قاموا بتسميمه ليتخلصوا منه بسبب أغانيه الوطنية المحرضة ضدهم، خاصة أنهم رفضوا تشريح الجثمان. والرواية الثانية هي تناول جرعة زائدة من الكوكايين أدت لوفاته على الفور. أما الرواية الثالثة أن صديقا لسيد درويش كان يحب مطربة مغمورة، وطلب من سيد درويش أن يمرنها، ولكن بعد فترة اقتنع الفنان سيد درويش أن صوتها سيء ولا يمكن أن تصبح مطربة مشهورة، فتركها، ما أثار حفيظتها، فقالت لحبيبها أن سيد درويش حاول مغازلتها. فقام هذا الصديق بتقديم كأس خمر به مورفين لسيد درويش ليفارق الحياة على إثر هذا الكاس. ومر قرن من الزمان وما زالت حادثة موت الفنان سيد درويش لغز لم يتم اكتشافه حتى وقتنا هذا، لتقيد القضية ضد مجهول. الفنانة وداد حمدي. انتهت حياة الفنانة وداد حمدي عام 1994 على يد شخص يعمل في المجال الفني، حيث صعد إلى شقتها حيث تقيم لوحدها، فاستقبلته في الصالون. استأذنها بعدها للدخول إلى الحمام، فطلبت منه أن ينتظر قليلا، لكنه تبعها وهو يرتدي قفازين لليدين. فهمت ما ينتوي فعله وعرضت عليه أموالها مقابل أن يتركها دون أن ينهي حياتها، لكنه أنهى حياتها ولم يجد سوى 200 جنيه وإكسسوارات كانت تستعملها في أعمالها الفنية. الفنان مخلص البحيري. رحل الفنان المصري مخلص البحيري عن عالمنا في عام 2001 في حادث انقلاب سيارته في الملاحات بالطريق الصحراوي بين الإسكندرية والقاهرة، وكانت عجلة القيادة قد اختلت في يده أثناء القيادة، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات وسقوطها بمن فيها في الملاحات، وتوفيت على إثره أيضا زوجته وكذلك نجله، ويقال أن ابنته نجت وكذلك شقيقة زوجته. الفنانة غنوة محمد علي سليمان. كما توفيت المطربة والممثلة المصرية الشابة غنوة محمد سليمان، وهي الأخت غير الشقيقة للمطربة أنغام من ناحية الأب. وتوفيت غنوة محمد سليمان إثر اصطدام سيارة مسرعة بسيارتها، ما تسبب في ارتطامها بتابلوه سيارتها لتفقد الوعي. وأكد البعض أنها توفيت قبل الوصول إلى المستشفى، بينما روت خالتها أنها وصلت غرفة الطوارئ وهي على قيد الحياة، وسألت عن طفلها الوحيد ياسين قبل أن ترحل إثر مضاعفات النزيف الداخلي والكسور. الفنانة نادية سيف النصر. أيضا انتهت حياة الفنانة المصرية نادية سيف النصر عام 1974 بعد حادث سيارة في بيروت، وعاش زوجها الفنان يوسف فخر الدين حالة من الحزن الشديد والاكتئاب بعد وفاتها، إلى أنه لم يعتزل الفن كما أشيع. الفنانة داليا التوني والفنانة نورلين. كما توفيت الفنانة داليا التوني نتيجة لتعرضها لحادث مروع على طريق العين السخنة لتفارق الحياة في الحال، وكانت معها الفنانة نورلين نجمة حملة إعلانات قناة مولد الشهيرة التي أصيبت في نفس الحادث. وحاول الفريق الطبي السيطرة على النزيف الداخلي لها، وظلت في العناية المركزة لمدة يوم ثم فارقت الحياة هي الأخرى. الفنان ياسين بجوش صاحب 75 عاما رحل في عام 2013 خلال الأزمة الدائرة في سوريا إثر تعرض سيارته لقذيفة في دمشق، وتمكن الأهالي من إخراج جثمانه من سيارته التي احترقت بالكامل. ينتمي الفنان ياسين بجوش إلى جيل تأسيس الكوميديا السورية الذي انطلق في بداية ستينيات القرن الماضي مع أقطاب الكوميديا مثل دريد لحام ونهاد قلعي وناجي جابر وغيرهم. وقدم بقوش عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية والكوميدية، حيث اشتهر بشخصية ياسين على الشاشة الفضائية.
الفنان نهاد قلعي المعروف بحسن البرزان. نهاد القلعي فنان سوري شارك في العديد من المسلسلات في القرن الماضي، وأشهر أدواره حسن البرزان. يقال أنه تعرض للضرب من قبل عسكري في النظام، والذي جعل البعض متأكد من ذلك أنه لم يحاسب على فعلاته. وعلى إثر تلك الحادثة توفى الفنان نهاد قلعي في 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 1993. وسبق وصرح الناقد السينمائي بشار إبراهيم في كتابه نهاد ودريد تفاصيل قصة الاعتداء الذي تعرض له نهاد قلعي. ويقال أن نهاد قلعي ودريد لحام كانوا في سهرة في مطعم النادي العائلي في العاصمة السورية دمشق، وكان برفقتهم صحفيا لبنانيا جورج إبراهيم الخوري، الذي خلال السهرة نفذت سجائره، فطلب الخوري من النادي السجائر لكنه لم يلبيه، فغضب الفنان نهاد قلعي فقام الأخير بلوم النادل. ثم سمع نهاد نداء من شخص على طاولة مجاورة معه شلة من أصدقائه يقول: برزان بدك سجائر؟ تعال خد من عندي. فأجاب نهاد قلعي: أنا ما بدي من حد سجاير، بعدين أنا مالي اسم معروف تناديني بيه يا حمار. وما هي إلا ولحظات وتم الهجوم على نهاد قلعي بضربه كرسي تنهال على رأسه مع ضربات أكثر قسوة قادته إلى المستشفى. هناك تم علاج البرزان بشكل سريع وتم خياطة الجرح الذي كان برأسه، لكن دون عناية كاملة لتكون تفاعلات الضربة التي تلقاها نهاد مع انتكاساته الطبية كانت كفيلة بحبس نهاد ل15 سنة في بيته يعاني من المرض، حتى أعلن عن وفاته بشكل مأساوي. الفنانة أسمهان مغنية وممثلة سورية اسمها الحقيقي أمال الأطرش، وهي شقيقة الموسيقار فريد الأطرش. كانت نهاية أسمهان في 14 يوليو عام 1944 عن عمر ناهز 32 سنة، أحد أكبر الألغاز التي لم تحل إلى هذا اليوم. ففي ذلك اليوم استأذنت من يوسف وهبي لتأخذ راحة من فيلمهما المشترك غرام وانتقام، وتسافر مع صديقتها ماري قلادة إلى رأس البر لتسقط سيارتها في الترعة وتموت هي وصديقتها، بينما لا يتأثر السائق حتى بخدش واحد ويختفي بعد ذلك على الفور، فلا يجده أحد إلى يومنا هذا. وانتشرت العديد من الأقاويل عن مسرحهما، فالبعض اتهم المطربة الراحلة أم كلثوم بتدبير الحادث للتخلص منها، لأنها كانت المطربة الوحيدة التي تستطيع منافستها بسبب قوة وجمال صوتها. كما قيل أنها كانت تعمل جاسوسة مزدوجة للإنجليز والألمان، لذا قررت المخابرات البريطانية إنهاء حياتها لعلاقتها بالمخابرات الألمانية. وقال البعض أن زوجها الأمير حسن الأطرش هو من دبر الحادث. الفنانة رائفة أحمد توفيت في ظروف غامضة. الفنانة السورية رائفة أحمد بعد أن عثرت السلطات الأمنية في هولندا عليها منح حياتها داخل شقتها حيث تقيم من دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الوفاة. ورائفة أحمد هي ممثلة سورية، وهي من خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، ومن أبرز أعمالها أشياء تشبه الحب ومطلوب رجال وغزلان في غابة الذئاب وأهل الراية ودنيا. وهاجرت الفنانة السورية رائفة أحمد إلى هولندا وحاولت الحصول على الجنسية الهولندية، ولكن قرار جنسيتها لم يصدر حتى إعلان وفاتها. وتحاول الشرطة الكشف عن غموض الحادث حتى يومنا هذا. وعلى الرغم من أن الفنانة السورية رائفة أحمد لم تحظى بالشهرة الكبيرة في الوسط الفني، لكن ربطتها علاقات قوية بنجوم كبيرة كانت زميلة دراسة معها، مثل الفنانة أمل عرفة والفنان جهاد عبده والفنان أندرياس كاف والفنان نضال سجري وغيرهم. الفنانة مرح زيتون نقلت إلى المستشفى جراء إصابتها إثر سقوط قذائف هاون بقربها في العاصمة دمشق في عام 2015، وسقط قذائف صاروخية من نوع هاون بالقرب من الممثلة الشابة في إحدى طرقات دمشق، فأدت قوة القصف إلى طيران الممثلة مرح زيتون في الهواء، فتعرضت لإصابة شديدة بالرأس إثر سقوطها عن ارتفاع 10 أمتار. الفنانة هالة شوكت
غيبها الموت في دار المسنين بطريقة مأساوية كنا نراها في دور أم المعلم عمر في المسلسل السوري ليالي الصالحية، وخاصة وهي تتحمل زوجة ابنها المحرومة من الإنجاب والتي تسيء لها دائما ولا تظهر إساءتها خوفا من أن يطلقها ابنها تعاطفا معها. وحين ماتت وهي تزور شقيقتها في فلسطين أصابنا الحزن كمشاهدين للدراما وتأثر بدورها النبيل، لكن خبر وفاتها المأساوي هزنا من الأعماق. فكيف تموت فنانة بأهمية الفنانة القديرة هالة شوكت في دار المسنين؟ ألم تشفع لها أعمالها السينمائية والمسرحية والتلفزيونية وما أكثرها؟ ألم يشفع لها دورها المميز في فيلم موعد مع المجهول مع الفنان عمر الشريف في بداية الستينات؟ ألم يشفع لها دورها في مسرحية موت بائع متجول وكاسك يا وطن والعنب الحامض وغيرها من الأعمال؟ يبدو أنها أدت أصعب أدوارها وهي تحتضر وحيدة في دار المسنين، فكان آخر أدوارها على الإطلاق. ولدت الفنانة الراحلة في درعا سنة 1930 وقد أحبها الفنان عمر الشريف حين التقى معها في فيلم موعد مع المجهول سنة 1961، وكانت وقتها امرأة فاتنة الجمال ويقال أنه عرض عليها الزواج. اسم هالة شوكت هو أصله تركي وهي ذات جذور تركية. كانت هالة شوكت في صباها فتاة حسناء جميلة حصلت على لقب ملكة جمال سوريا سنة 1967، وقدمت العديد من الأدوار في السينما السورية واللبنانية والمصرية والجزائرية، ولها في المسرح 16 عملا مسرحيا أهمها ترويض الشرسة وطرطوس والخجول في القصر، بينما كان نصيبها في السينما 12 فيلما. كان يزورها في دار المسنين بعض الفنانين أمثال الفنان دريد لحام وأسعد فضة والفنانة منى واصف، وقد عرفها الجمهور أكثر من خلال دورها في مسرحية الفنان دريد لحام كاسك يا وطن والتي عرضت في عمان، وكذلك دورها المميز في مسلسل الخوالي واللوحة السوداء وورد في تربة ملحة والداية البلدية والفصول الأربعة وغيرها من الأعمال. الفنان السوري عبد الرحمن عيد هو فنان سوري معروف اشتهر بظهوره في المسرحيات التي انتقد فيها الوضع السوري بطريقة فكاهية، كما عمل مع الفنان همام حود في مسرحياته، وظهر في العديد من الأعمال الدرامية. وعن سبب موت الفنان عبد الرحمن عيد يقال أن الفنان عبد الرحمن كان في مطعم برفقة خطيبته سمر توما ليلتقي بإلياس حبيب والدكتور عبد الله، وكان الهدف من تلك الجمعة هو توقيع عبد الرحمن على العقد. ثم وردت مكالمة هاتفية على جوال عبد الرحمن فخرج ليجيب عليها أمام المطعم، فصدمته سيارة بقوة وفرت السيارة بسرعة، وكانت نتيجة تلك الصدمة إصابات برقبة الفنان السوري عبد الرحمن وإصابات في رأسه ورجليه، كما انقطع تنفسه ليفارق الحياة على إثر ذلك الحادث. خطيبته سمر قالت أن السيارة التي صدمت خطيبها كانت سيارة عسكرية وبدون أضواء، حيث ضربته ثم هربت. لكن في نفس الوقت ألمح الفنان الراحل عبد الرحمن إلى يد بعض المسؤولين المقربين من السلطة. الفنانة سوزان سلمان. رحلت الفنانة سوزان سلمان جراء إصابتها بقذيفة هاون سقطت على منزلها الكائن في منطقة باب توما في دمشق عام 2014. وقبيل الحادث قد ذكرت على صفحتها الشخصية على فيسبوك تعرض الحي الذي تسكن فيه إلى قصف بالهاون، قائلة: يا رب سترك، كنت أذكر الله منذ قليل، لا أدري لماذا نزلت قذيفة قدام بيتي، يا رب سترك. القذيفة على بيت المسطى. الفنان خالد تاجة توفى تحت التعذيب في أحد الفروع الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد. بث ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسجيلا يظهر فيه تحقيقا مع أحد الشبيحة من أفراد جيش النظام الأسد يتحدث فيه عن تعذيب جرى لبعض الفنانين السوريين، ويذكر أن الفنان خالد تاجة تم التخلص منه تحت التعذيب. وذكر التسجيل أن الفنان خالد تاجة خضع للتحقيق في أحد الفروع الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، وأنه تعرض للتعذيب الشديد بسبب مواقفه السياسية المناهضة للنظام، ليلاقى حتفه بعد 4 أيام من التحقيق
الدقيق. اشتهر الفنان خالد تاجة بمواقفه المعارضة للنظام قبل الثورة، لكن خلال الثورة برز صوته كأحد الفنانين المشهورين الذين عارضوا النظام على وحشيته وقمعه للمتظاهرين. خرج في تظاهرة تطالب بالحرية مع مجموعة من الفنانين والمثقفين عام 2011. الفنان فهد نجار. توفى الممثل الأربعيني فهد نجار في عام 2014 بعد إصابته بطلق ناري في المعارك الدائرة، حيث أنه كان يقاتل. ولفهد نجار أعمال درامية كثيرة، منها غزلان في غابة الذئاب، وولادة من الخاصرة، وهارون، والفوارس، وغيرها الكثير من الأعمال. الفنان السوري الشاب محمد رافع هو ابن الفنان محمد رافع. رحل في عام 2012 عن عمر يناهز 30 سنة، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحين تمكنوا من خطفه وإنهاء حياته بتهمة إعطاء معلومات عن المتظاهرين والناشطين. ونقل المرصد أن الفنان كان يحمل سلاحا وكان بمهمة من القوات الجوية. ودفن رافع الابن في مقبرة الدحداح في دمشق، وشارك في حياته بعدد كبير من الأعمال السورية، ومن أبرزها مسلسل باب الحارة بدور إبراهيم، كما شارك في مسلسل رجال العز وبومبو أكشن وسلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة والفنان فهد نجار. عبير بيبرس ممثلة مصرية واسمها الحقيقي عبير وهبة نجيب. اتولدت سنة 1991 وابتدت مشوارها الفني سنة 2014 بمسلسل بسيط اسمه إلسع وفلسع. وفي سنة 2019 قدمت دور بطولة في قصة جديدة هتغير مجرى حياتها، بس المرة دي مش في السينما ولا التلفزيون، ده في الواقع للأسف. كانت نهاية القصة دي صورة سيلفي مع أقرب حد ليها في حياتها. عبير كانت مثال للست اللي عايزة كل حاجة في الدنيا، الفلوس والشهرة والجاه، وجات لها الفرصة على طبق من ذهب سنة 2019 لما اتعرفت على رجل الأعمال عمرو السيد عبد الله. عمرو كان صاحب أعمال مهمة، واتطورت العلاقة بينهم من صداقة لإعجاب وحب. وبالرغم من إن هو متجوز وعنده أولاد، بس هو عرض عليها إن هم يتجوزوا عرفي علشان عمره ما هيطلق مراته أم أولاده ويعمل معاها مشاكل. واتجوزوا في شقة في منطقة البساتين، واداها مهر وجاب لها شبكة وجاب لها كمان شغالة أثيوبية علشان تخدمهم. ويوم 30 مايو سنة 2020 أبو عمرو جاله تليفون بيقول له تعالى بسرعة ابنك مات. الراجل طلع جري بسرعة هو ومراته علشان يروحوا يشوفوا ابنهم، ولقيوا صاحب العمارة اللي ابنهم ساكن فيها بيقابله وبيقول لهم البقاء لله، أنا حضرت كل حاجة، جبت المغسل والكفن وطلعنا تصريح الدفن وإكرام الميت دفنه. كل ده والأب واقف مصدوم وحاسس إن هو بيحلم. ولما الأب طلع الشقة ودخل الأوضة اللي ابنه مات فيها وكشف الغطا من على وشه، حس إن ابنه مش طبيعي وملامح وشه عايزة توصل لأبوه رسالة. في اللحظة دي أبوه شال الغطا من عليه وعراه. وهنا بقى كانت المفاجأة لما لقي جروح في جسمه وجزء منه مسلوخ. بس طبعا لما أمه ولا أبوه صدقوا الكلام ده، وفي جزء من الثانية أبو عمرو فاق من الصدمة وطلع يجري على البلكونة وبأعلى صوت بيجي بيصرخ ويقول إن ابني اتقتل. اتصلوا بالشرطة ومفيش دقايق والشرطة وصلت المكان. وأول ما فريق البحث الجنائي شاف المجني عليه لقى جرح في صدر عمرو وهدومه غرقانة دم، حد كان مخبيها ورا الدولاب. ولقيوا في الباسكت اللي عند الأسانسير إزاز مكسور وعليه آثار دم. في اللحظة دي الشرطة قبضت على عبير مراته وعلى الشغالة الأثيوبية علشان يستجوبوهم. ولما سألوا عبير عن اللي حصل قالت لهم إن حصل خلاف بينهم وبين بعض، وهي شتمته وقالت له ان هو مش راجل، فضربها بالقلم وجرى على الأوضة علشان يلم هدومه. فضلفة الدولاب اتكسرت وايديها اتجرحت وجريت على الحمام علشان تغسل ايديها. ولما رجعت لقيته واقع على الأرض وفي ازاز في صدره، وعلى طول طلبت له الإسعاف. ولما استجوبوا الشغالة الأثيوبية اعترفت بكل حاجة، قالت لهم ان هي من اول ما اشتغلت وهي بتلاحظ ان عبير بتفتعل المشاكل مع عمرو بسبب جوازهم العرفي اللي هي عايزة تحوله رسمي. وعمرو سمع كلامها ونفذ لها كل اللي هي عايزاه وحولوا جوازهم العرفي إلى جواز رسمي. وبالرغم من كل ده
المشاكل برضه لسه ما بتخلص، وكل مرة عمرو لازم يصالحها بهدية، لحد ما جه اليوم المشؤوم وحصل بينهم خلاف كبير وصل لمد الإيد، ودي كانت طبيعة خناقاتهم على طول. عبير في اليوم ده قالت له إن هو مش راجل، فضربها بالقلم ودخل الأوضة علشان يبدأ يلم هدومه، وقال لها خلاص إن هو زهق منها ومن مشاكلهم، وإن هو خلاص هيطلقها. وبعد شوية الشغالة سمعت صوت تكسير وخبط جاي من الأوضة، ولما الصوت هدي الشغالة لقيت عمرو مقابلها وبيقول لها إن هو هيموت خلاص، اجري صوتي بسرعة قبل ما تعمل فيك أي حاجة. وقال لها إن هو عطشان وعايز يشرب، وكل ما الشغالة تروح تجيب له مية عبير كانت بتمنعها. ولما عمرو مات عبير طلبت من الشغالة إن هما يغيروا هدومه ويلموا الإزاز المكسور ويمسحوا مكان الجريمة. والشغالة بعد شوية شافت عبير وهي بتتصور سيلفي مع جوزها بعد ما أنهت حياته، وبعد كده شالوه وحطوه على السرير، وهددتها إنها لو قالت حاجة من اللي شافتها النهاردة مش هتديها الأوراق بتاعتها. وعبير غيرت كل هدومها ولمت الفلوس والذهب وحطتهم في شنطة ونزلت تحت البيت ادتهم لحد وطلعت تاني. ولما استجوبوا والد عمرو قال لهم ان هي طماعة وكانت بتستغل ابنه دايما، وكانت بتهين عمرو قدامهم وهو ما كانش بيرد عليها خالص، وان هي سبب الطلاق من مراته الاولى لانها خدت ورق مهم من المكتب وابتدت تساومه عليه، وقالت له الورق قصاد جوازهم الرسمي وان هو يطلق مراته الاولى، وخلته يكتب لها مؤخر 1,000,000 جنيه. ولما النيابه فرغت تليفون عبير لقيوا فعلا الصور السيلفي اللي هي اتصورتها جنبه وهي مطلعه لسانها. ولما سالوها انت اتصورت الصوره دي امتى، قالت لهم ان هي اتصورت الصوره دي قبل الحادثه، لكن المباحث اكتشفت ان الصوره دي اتصورتها بعد ما الاسعاف راحت وبلغتها ان عمرو مات. ولما ضيقوا الخناقه عليها اعترفت في النهاية وقالت لهم ان عمرو لما ضربها بالقلم هي ما حستش بنفسها غير وهي ماسكة قطعة من الازاز وبتضرب عمرو بيها. وشوف الذكاء وصلها لفين، جابت ادوية القلب وأوراق تثبت إن هو عنده القلب وحطتهم جنبه على الكومودينة علشان تخدع مفتش الصحة وتقنعه إن هو جاله أزمة قلبية. وبعدها النيابة استدعت مفتش الصحة ووجهت ليها تهمة التزوير والتواطؤ، بس الراجل قال إن هو اتخدع لأن عمرو كانت هدومه نظيفة ومراته قالت له إن هو عنده القلب. ولما بص على الكومودينو شاف الأدوية والأوراق واقتنع، وتقرير الطب الشرعي قال إن عمرو اتعرض لثلاث طعان في القلب والصدر، ودول هم اللي كانوا السبب في وفاته. واتحكم على عبير بالسجن المشدد لمدة 7 سنين. الفنانة دي اسمها بدور العين، واسمها الحقيقي بدرية محمد البلوشي. هي مطربة عمانية شاركت في أعمال فنية مشهورة وعملت أغاني ناجحة كتير زي ما نسيتك والحبيب الأولاني وأغاني ناجحة كتير. وكانت متجوزة من المخرج الإماراتي أحمد حسين سلاري، والراجل ده معروف جدا في مدينة العين بالإمارات، وكانت عنده شركة فنية خاصة وبيشجع الشباب على الغناء والتمثيل. والراجل ده أنتج عدد كبير من الأفلام والألبومات الغنائية. حياة بدور وأحمد كانت كلها مشاكل لحد ما قرروا الانفصال هو الحل، بالرغم من إن كان بينهم 5 عيال منهم 3 بنات، والعيال كانوا عايشين مع عمهم بعد الانفصال. وبعد ما عدى 2 على الانفصال بدرية قررت ان هي تتجوز تاني من شخص اسمه حميد عبيد رشاش. ومن بعد جوازها رجعت الخلافات بينها وبين احمد تاني على حضانة الاطفال. ويوم 28 مارس سنة 2014 أحمد كان بيزور بنته اللي عندها 3 سنين وقاعد معاها في مركز الدعم الاجتماعي في الإمارات. وبعد ما خلص مع بنته خرج وركب عربيته، اتفاجأ بطليقته بتخبط عربيته من ورا، ويا دوبك الراجل نزل من العربية علشان يشوف ايه اللي حصل. لقى حمد جوز طليقته بيدوس عليه بالعربية، وعلى ما الناس خدت أحمد على المستشفى كان مات واتقبض على بدور وجوزها حمد، وتوجه لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واتحكم عليهم بالإعدام سنة 2016. وال5 عيال مستقبلهم يضيع، وحكمت عليهم إن هم يعيشوا بطولهم في الحياة. لحظة غضب وأنانية ضيعت بيهم حياة 7 أشخاص.
الفنانة حبيبة محمد سعيد اتولدت سنة 1976 ودخلت مجال التمثيل وهي عندها 20 سنة بأدوار صغيرة لحد ما وقفت على المسرح مع النجم سمير غانم في مسرحية بهلول في اسطنبول اللي اتعرضت سنة 1998. وبالصدفة بيحضر العرض رجل الأعمال قطري اسمه عطلة جعفر، لأنه معروف إن مسرحيات سمير غانم وعادل إمام في الوقت ده كان بيحضرها شخصيات عربية ومسؤولين كبار. المهم إن عطلة كان معجب بحبيبة وعرض عليها الجواز، وهي كانت بتعترض علشان شايفاه معجب عادي، لكن هو كان بيلح عليها وبيروح وراها أي مكان بتروحه. بس مع الوقت هي كمان ابتدت تعجب بيه، ووافقت حبيبة على الجواز من عطلة اللي كان متجوز وعنده أولاد، وجاب لها شقة في القاهرة، وبحكم شغله كان بيسافر وبيغيب عنها، وده كان مناسب ليها بسبب شغلها اللي بتقضي فيه فترات طويلة بره البيت. وفضل الحال على كده لحد ما عدى على جوازهم 4 شهور، وقبل ما يدخل شهر رمضان عطلة بيبلغ حبيبة إن هو هيقضي شهر رمضان كله مع أهله في قطر. وتعدي الأيام والجيران تبلغ الشرطة إن في ريحة وحشة طالعة من شقة عطلة وحبيبة اللي متجوزين فيها. ولما الشرطة والمعمل الجنائي وصلوا الشقة لقيوا عطلة منهي حياته على السرير بتاعه، والطب الشرعي أثبت إن هو متوفي بقاله 12 يوم. في اللحظة دي الشرطة شكت في حبيبة مراته وراحوا لها على بيت أهلها، وتتفاجأ حبيبة بالمباحث جاية بتقبض عليها. في الأول أنكرت إن جوزها موجود في مصر، لأن هو كان مبلغها إن هو يقضي شهر رمضان كله مع عياله في قطر، ومع الضغط عليها اعترفت في النهاية إن هي أنهت حياته ب30 طعنة، وراحت الشقة بتاعتها ومثلت جريمتها، واتحكم عليها ب7 سنين مع الأشغال الشاقة، واتنقلت لسجن القناطر. وطول فترة سجن حبيبة كانت دايما بتصرخ وتقول إن هي بريئة، وإن المباحث عذبتها وما كانوش بيخلوها تنام ولا تاكل، ومن كتر التعب رضخت ليهم واستسلمت في النهاية، واعترفت بجريمة ما عملتهاش. بس حبيبة محدش كان بيصدقها، لأن مفيش أي جاني بيعترف على نفسه إن هو فعلا عمل كده، ما عدا أهلها هم اللي كانوا شايفين إن مفيش سبب أو داعي يخلي حبيبة تنهي حياة جوزها عطلة. وتيجي سنة 2004 وتحصل صدفة تقلب الموازين. في يوم جواهرجي اتصل على الشرطة وقال لهم إن في واحد واقف قدامه عايز يبيع له ساعة ألماظ تمنها 2 مليون جنيه، والشخص ده عايز يبيعها بس ب5000 جنيه، وده معناه إن سرقها. والجواهرجي اتفق مع الشرطة إن هو يعطله شوية لحد ما يوصله، وفعلا اسمه عبد المقصود قرر من 5 سنين إن هو يسرق ساري عربي اسمه عطلة، وكانوا دايما بيراقبوا شقته. وأول ما عرفوا إن هو لوحده طلعوا خبطوا على الباب، وأول ما الراجل فتح لهم الباب نزلوا عليه طعن، ولما اتأكدوا إن عطلة مات شالوه وحطوه على السرير في أوضة النوم. وبعد كده سرقوا الساعات والفلوس والذهب والمجوهرات والألماظ وكل حاجة موجودة غالية في الشقة، ومسحوا كل أثر يدل عليهم، وخدوا المسروقات وقفلوا عليه الشقة وسابوه ونزلوا. وبعد كده عرفوا إن الشرطة قبضت على مراته واتهموها إن هي اللي أنهت حياته، وفضلوا نايمين على اللي سرقوه ده لمدة 5 سنين على ما الناس تنسى. وفي 17 أبريل سنة 2004 تلغي محكمة جنايات الجيزة الحكم من على الفنانة حبيبة بعد ما قضت منهم 5 سنين في السجن، ويتحكم على المتهمين في القضية بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة. وتخرج الفنانة حبيبة من السجن وتطلع على كل من برامج التوك شو علشان تحكي حكايتها. واعترفت على الضابط ياسر اللي كان مسؤول عن القضية وما كانش مصدقها، وفضل يعذب فيها ويضرب فيها لحد ما اعترفت حبيبة بحاجات هي ما عملتهاش. وبعد ظهور براءة حبيبة رفعت قضية على الضابط واتحكم عليه ب6 شهور ووقفوه عن العمل لمدة سنة. ورفعت قضية تعويض على الحكومة بسبب الظلم والتعذيب اللي هي تعرضت لهم، والحكومة دفعت لها 1 مليون جنيه تعويض عن فترة العقوبة اللي هي قضتها ظلم. المطربة التونسية ذكرى أنهى حياتها زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي ب25 رصاصة في عام 2003 قبل ما ينهي حياته في شقتهم في منطقة الزمالك. وأشارت المعلومات حينها أن الإصابات جاءت معظمها في منطقة الصدر والبطن والذراعين. وكشف نقيب في الشرطة المصرية
عن بعض تفاصيل الحادث، كإطلاق أيمن السويدي 50 طلقة منها واحدة فقط في فمه. وبسؤال الشاهدتين أمل رجب وإبراهيم وأم هاشم حسن، قالت إن السويدي وزوجته ذكرى ومدير أعماله عمرو الخوالي وخديجة صلاح كانوا قد قضوا سهرتهم وعادوا فجرا، ودار بينهما نقاش حاد، وفي نهاية النقاش أطلق أيمن السويدي الرصاص عليهم وعلى نفسه. الفنانة سوزان تميم، جريمة أخرى أثارت الكثير من الجدل والغموض، وهي وفاة الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي في ظروف غامضة. واتهم في القضية رجل الأعمال طلعت مصطفى وأحد ضباط الشرطة، تم إلقاء القبض عليهم. الفنانة جيلان هي فنانة شابة شاركت في بطولة مسلسل الضوء الشارد، ولكنها رحلت بعد عرض المسلسل بأشهر قليلة على يد زوجها ضابط الشرطة الذي قام بإطلاق الرصاص عليها، وبرر ذلك بغيرته الشديدة عليها، بينما أكد أهلها أنه كان مدمنا للمخدرات. ورحلت جيلان وهي في 22 من عمرها. الفنانة فاتن فريد انتهت حياتها على يد موظف لدى زوجها. فنانة أخرى كانت نهايتها مأساوية، ماتت غدرا في فبراير سنة 2007، وهي الفنانة فاتن فريد. لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الهرم بعد أن تم إنهاء حياتها على يد ياسر علي عبد الله البالغ من العمر 25 سنة، الذي كان يعمل موظفا في محطة بنزين يملكها زوج الفنانة الراحلة. وفي اعترافاته قال أنه لم يكن ينوي أن ينهي حياة الفنانة التي وصفها بأنها سيدة كريمة وطيبة، ودائما كانت تعطي له المال وتساعده في حياته، لكنه قصد بيتها ليتوسل لها بعد أن طرده من العمل زوجها، إلى أن النقاش احتد بينهما وقام بإنهاء الفنانة فاتن فريد. اشتهرت كمطربة وممثلة في فترة الثمانينيات، وأطلق عليها لقب شبيهة وردة الجزائرية أو وردة المصرية، وكانت أشهر أغنيتها نص كلامك كذب للمخرج نياز مصطفى. انتهى الفيديو، لكن أرجو منكم قبل المغادرة ألا تنسونا من الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.